شباب، اليوم الحلقة الأولى من برنامج هاشتاج بسامير. طبعا وياكم وائل أني والمصور أحمد. إن شاء الله ماكو فرق، حلقة أنا حلقة هو، والدمج بين الحلقتين راح يكون ثابت. ما راح أقول لك وأنزل لك صورة إن هذا البرنامج زائد 18 أو شيء، بس صديقي خاف أنت قاعد وتسمع هذا البرنامج خلي هيدفون بإذنك أو روح للغرفة، لا تطلع حكاية وأنت ما مخلي هيدفون والحج من ورا وانت تعرف القضية بعد، فخلي هيدفون بإذنك او اقعد لوحدك، ولا يجيني شخص ويقول لي انت حكيت هيك وانت حكيت هيك وانت حكيت، لان انا حكيت من البداية قلت ان البرنامج زائد 18 كات. بالبداية اني مو ناقد فني ولا اني محلل بالفن، ولا يعني مجرد اني شخص عادي سمحت له الفرصة انه يوقف قدام الكاميرا. كثير من الناس اللي هم من لا شيء صاروا شيء، اللي من ضمنهم هم المطربين. طيب احنا مو ضد الشهرة ولا ضد الصوت الحلو ولا ضد اي شيء، بس احنا ضد شنو؟ احنا ضد الكلمات، ضد الاسلوب، ضد الشخص نفسه. يعني هواية مشاهير انشهروا على لا سبب، فاحنا بالعراق اكو هواية مشاهير وناس تتابعهم بالالاف والملايين حتى. كل هذولا راح نطلع لكم عيوبهم والاغاني اللي حصلت هالقد مشاهدات واعجابات، وانتم حكموا بنفسكم. ماشي؟ راح اليوم اختار لكم نبذة قليلة من هذول المطربين، وان شاء الله الجاي اكثر، والجاي راح يكون حسب اختيارات اللي انتم تطلبونها، سواء صفحتنا على الفيسبوك او بالتعليقات اللي هي باليوتيوب على صفحتنا باليوتيوب اللي هي كلاودشيا ماسترز. واحنا ان شاء الله نساعدكم انه نختار هاي الشخصيات اللي راح نقصفها. شباب، النبذة اللي اختارناها اليوم هم شخصيتين، اللي هم محمد السالم المطرب اللي اشتهر كلش، طبعا نتمنى له هو الشهرة، بس الشهرة بالشي اللي يسوى مو الشي اللي ما يسوى. والملحن نصرة البدر. محمد سالم ونصرة البدر نزلوا الاغنية كلش حلوة، بالرغم من انه ما اعرف الجاي يعني شاي العراق جابها بالنص ما ادري، بس يعني نقدر نقول اغنية يعني بيها معنى، بيها شيء حلو، بس صراحة انتقد نفسه بنفسه. نروح نشوف وياكم الاغنية ونرجع. دقوها وخبصانة بس قالت يسمعونه، وبعد الفن دوخانه ويا جاي العراقي يا جاي العراقي. دقوها وخبصانة بس قالت يسمعونه، وبهذا الفن دوخانه ويا جاي العراقي يا جاي العراقي. دقوا رقص ماكو طرب الفن تعب كلش تعب، دقوا رقص ماكو طرب الفن تعب كلش تعب، دقوا رقص ماكو طرب الفن تعب كلش تعب. راحت ايام وكلثوم قولات بس يغنون، راحت ايام. اظن انتم كلكم سامعين هاي الاغنية، والاغنية مو جديدة، زين الاغنية كلش قديمة، يعني صار تقريبا سنتين او ثلاثة، 2013 او 14. المهم الاغنية حلوة وسمعتوا الكلمات مال الاغنية. طيب هو من جاي يقول يا جاي العراقي ودقوا هوسه وخبصونه وبس قولات يسمعونه. طيب انتو مو انتو اللي جاي يعني يا نصرة البدر، مو انت اللي جاي تلحننا؟ يعني جاي تلحن لهذول الاشخاص؟ لا، بس تدري مو انت جاي تلحن، صديقتنا وزميلتنا نور العبيدي شو تقول؟ هاي هرموناتك اللي جاي تلحن مو انت. طيب ما يخالف، عوفك. محمد السالم عيني حبيبي وتاج راسي. منو اللي غنى بس بس مياو؟ ها؟ بس بس مياو؟ طيب عنده رقصة مالته اللي هي الرقصة المخضرمة اللي هي هاي لحظة دون وسخة. جاي ارقص اني ما ادري، جاي ارقص سبحان الله شبيك. خلينا من جديد. اوكي نروح نسمع وياكم اغنية محمد سالم ونرجع لكم عليه. قلب وين غايب علي يومين،
خاف اموت من الحنين. وين وين غايب علي يومين، قلب وين غايب علي يومين، لا تغيب اكثر حبيبي خاف اموت من الحنين. قلب وين غايب علي يومين، لا تغيب اكثر حبيبي خاف اموت من الحنين. يا حبيبي ناسي لو شنو شو بسرعة تنسى يا حلو، ما تقول لي ما هو الشكو يعني شكو. ليك ليش لك يا بالذات مو قلت اشبعك بوسات، بدنا اسمع غنوات صوتي حلو. بس 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 قلب وين محمد السالم ما اظن شفتوها. طيب ورا كل الهاي الهيجي والمدري شنو، زين حبيبي غايب علي يومين وما اعرف شنو، زين اوكي غبت عليك يومين، يعني ايش بيك زلقت روحك من قبل تزحف قبل لا يطلق، حتى كلمة زواحد كانت بعدها ما طالعة. يعني راد لنا برنامج نسميه هاشتاج زواحد. نايس فكرة حمودي، اما سالم حبيبي نايس فكرة، اشكرك على هاي الفكرة راح تنجح قناتي بروس الزواج، ما اقصد عليك يعني. المهم نرجع ورا ما كمل غايب علي يومين بس ميو. زين ادري انت حاب عتوي مثلا، يعني صاحبتك عتوي بس ميو، لو لغتها حيوانية يعني مع احتراماتي الها ولو ما شفناها، يعني كل اللي طالعه وياك يعني وحده هيك مدرسه زين ومجموعه مال فرج وقاعدين بالشارع زين وبس ميو ما اريد القص لك حتى لا حد ينتقدني ولا راح اسمع انتقادات. المهم عقب من هذا نرجع على كمية المشاهدة واللايكات زين اللي حصلتها هاي الاغنية. بس يعني طبعا تنجح انت اذا الملطلطين خير من الله يعني، والملطلطات وفديتك وحبيبي وما ادري شنو، وانت كن الصحوة. ترى ما لك الشغل مو عيب ابد، عادي الصحوة خليك هذا شغلك تفتخر به. المفروض كنا دمنا بالصحوات او سواء بالحشد الشعبي زين، فماكو يعني. طبعا اول شيء بدي اقول همينه انه عوفكم يعني اكو اصوات. طبعا اليوم لعبة منتخب الوطن العراقي ضد فيتنام ان شاء الله نتمنى لهم الفوز يعني، فجاي نصوروا حلقة اجواء شوي يعني ويا المباراة. فنروح على الاغنية التالية اللي هي اغنية ايضا محمد السالم وعلاقته هو وصديقه مال الحرامية. صديقي باق ما حفظت وقهرني طلع فلوس ما بيها وقهرته ابيها صورة لاغلى انسان عندي قهرني طلعت هي صاحبته وقهرته عرفها من ورا. كنا شفنا علاقة محمد سالم بالمحفظة وصديقه الحرامية يعني وعصابات. اوكي نجيكم نستلمكم شوية ونستلم محمد سالم. اول شيء يا حمود يا ابو شاب، احنا ما يا ابو جاسم العفو، احنا ما ننتقد الشغل والعمل، وسبقا قلت لك بالبداية قلت لك انه الصحوة او اي شيء مو عيب، بس اللي انتقده تدري شنو؟ انا شايف رجل شايف حرامي يتوب، بس رجل امن يصير حرامي ما شايفه. طيب عوفك من هذا نكمل لكم على الشغله الثانيه. يعني انت ما شاء الله ايش قد طالع باب الشرجي سوق مريدي باب معظم زين، اللي هي صايره خبرتك ويا المحفظات. بس فهمني ولماذا شو تسوي هناك؟ هاي درب الركن وما ادري شنو جقاره واعداديات مال نسوان خصوصا باب معظم ساعة بالوحدة يخبل المجمع كله اشرد. نرجع لكم ورا كل هذا وذاك، انا اللي شفته انه محمد السالم وصديقه جاي يلعبون شلون؟
هو باق محفظته وقهر. يعني 1-0 للصديق محمد سالم. محمد السالم ما بيها فلوس وقهر صاحبه، تعادل. زين، المهم اللعبة اخر شي هاي راح ينتهون جزاءات ويوسف سيف يعلق عليها. ماشي؟ طيب عفوك من هذا. ناخذكم شوية بعد دراما راح اطب لكم بيها. واو. هو احنا كنا نعرف انه كل من قام عنده كم فلس، لحن له اغنية، طلع له كم كلمة يعني من الاغاني، جاب له مودلز وصوروا وياهم، مع احتراماتي يعني انه صلوخ والعرض واحد. زين، كل من طيبة قلبها هواية كبيرة، يعني طيبة قلبها مو تنتقدني. قلت لك انا الحج قاعد يمك خليه يضمن باذنك، ما مسؤول. فكل هاي نجحت، يعني هاي صارت مقومات الاغنية، مقومات النجاح. ماكو بعد اغنية حلوة واغنية كلمات حلوة. طيب نروح لكم على الاغنية الثالثة وهي الحلو، اللي لا تدري لا هو ملحن، ممثل، مطرب، مخرج، منتج، استوديوهات، ما تدري شنو، ست البيت، يعني بنغالي عبالك، مو شو اسمه. روح ويا الحلو الغالي نصرة البدر. قبل لا نروح شوف تقرير بسيط عن نصرة البدر. رجعنا لكم من جديد بعد ان شفنا التقرير الحلو على نصرة البدر. اني بالبداية من خليت الاغنية ما انتقدت بها احد، حتى لا احد يجيني يقول لي انت انتقدتني، انت انتقدت نفسك بنفسك. ولو انا ما اعرف الشاي العراقي تجابه بالموضوع، يعني هو اصلا ماكو شاي عراقي، يعني الشاي كله مستورد، مجرد نخلوه بالبيت احنا. المهم خليه شاي عراقي وياك يا عمري وياك. جيت انت انتقدت نفسك بنفسك، انت زلقت روحك بنفسك. طيب اوكي ما يخالف. عندنا اغنية لنصرة البدر، شو تقول؟ تقول على الموت اخذنا. زين، اخذنا ولا تردنا، وما نستاهل يا رب نعيش، وعلينا الهوى قطعة. زين، اذا هو يقطع الهوى عليك يعني الله شنو؟ حاشا لله جولتشي مثلا يعني. زين، شنو هدفك؟ تريد تموت؟ يا اخي روح موت، فجر روحك على داعش، روح قاتل، تنكتب لك على الاقل شهادة. زين ما يخالف، عفك من هذا وذاك. انت طيحت حظ روحك، اريد اقول لك اياها، طيحت حظ روحك وزربت بروحك. طيب سوي لك شغله للجاي، هذا الجاي ليش تخليه يطيح حظه مثلك؟ انطيه اغنيه، انطيه لحن زين، كلمات يشتهر بيها. لو بس جبت لك يوليه ورقص زين، وهاي هنا زين، هاي صعد هو مو. اوكي نروح نشوف وياكم اغنيه على الموت اخذنا للفنان القدير نصرة البدر. شفنا نصرة البدر وهي على الموت اخذنا. تعال خل اشتاق لك حبيبي، تعال. على الموت اخذنا ولا تردنا، ما يخالف. انت تريد تموت، البنية حاطة وياك بالنص، ليش؟ على قولة اثير الكشكول، الله اكبر عليكم. زين، ليش البنية؟ اوكي ماشي، انا ادري اللي يريد يموت اللي حزن يسوي له فاتحة
يصير بيها ثالث يصبون غدا يجون العظامة والمنغولية يضربون ما يخالف. زين الرقص ليش والردح علينا لا وهاي والشد والرقص ودوله خوب هذاك واحد هذا بالسكسوكة اكل روحه زلغ ملخ روحة منه ليش؟ ما يخالف. انت ما ادري شنو قصتك ويا الموت. هسه تغني لي شو على الموت اخذنا وعندك اغنية طبعا راحوا ايست منه غرق بالماي. خويا انت اغانيك ذني من يالف لك اياهن؟ منو شاعر لو ابو مغيسل يالف لك ذن الاغاني؟ ماشي اوكي. روح وياكم للاغنية الاخيرة هي ايضا للفنان القدير الخلاط البنغالي نصرة البدر اللي تقول لوك 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 لوك. لك عين تبطل لك تترك ما تشبع من اللك لك لك عين تبطل لك تترك مو قلبي خلصان وتعب من اللك مليت من عندك بعد بتوب من طبعك بتوعد وتخلف بالوعد بس حجي انت وبس مليت من عندك بعد مكتوب. الوصف مال هاي الاغنية ما يحتاج قعدة ابد. اوكي صديقي باي. ترم 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 لوك 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 ظلت تتلكلك هاي شنو اغنية؟ هاي شنو؟ معلم الكبير. تعرفونه من معلم الكبير؟ ها؟ تعرفونه مو؟ حبيبنا ابو علي الشيباني معلم الكبير ابو الخس يلا غلس على البقية ما نريد نقول هو كان يشفص بس المهم لا نطلع من الاطار. طيب اوكي لوك 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 وشاحطلنا تليفونات الارضي عبالك بدالة الرشيد ما يخالف. زين تطلع بالاغنية تقول لي تشك 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 معود العالم تفتهمنا غلط الله اكبر عليك قول يا الله تشك تشك شنو لوك لوك شنو يعني انت هيك هاي لوك 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 وطقيت واغنية وعوفك من هذا وذاك. بالله الموديل الجايبه بين جمحاته صاكه بين وصل حمودي مو اي كان بين وصل. زين هذا الجايب لي لا هو مرة لا هو ولد لا هو من خرب ببليسه كمينه. زين هسه اذا ازنقك بطوط اصعدك الطوط ركض تدري لو لا بس انا مو انت بس انت مو انت اللي جاي تحكي هرموناتك اللي جاي تحكي. هذا اللي تقول عليك واقصفك بيه. نرجع وياكم ونروح للختامية. رجعنا لكم من جديد شباب. بداية الموضوع وبالختامية يعني هي اللي أريد أقولها الختامية مال الفيديو بس بداية الختامية بداية موضوع الختامية. أول شيء أعتذر على أي كلمة طلعت من عندي زايدة آسف بس يعني صراحة يوازي الواحد هاي شغلة. الشغلة الثانية صديقي أنا جاي أقدم نصيحة وقلت لك أنا مو ناقد أنا مجرد شخص سمح لنفسه هو سمح لنفسه إنه يوقف قدام الكاميرا وجدت هاي الفرصة قدام الجمهور. الشغلة الثالثة صديقي مثل ما قلت لك لا تجيني وتعاتبني وتغلط علي باليوتيوب وتغلط علي بصفحتنا بالفيسبوك وتقول لي ها والله أنت سبيت وما أدري شنو. أنا قلت لك خلي هيدفون بإذنك حتى الحج لا يقصفك. أوكي صديقي إذا عجبك الفيديو ادعمنا باللايك ادعمنا بالسبقرايب سبقرايب مو سبقرايبك لا يا معود اللي هو الاشتراك بالقناة اظن تعرفه انت سبسكرايب سبسكرايب ايوه سبسكرايب. طبعا انا عندي مشكلة بالسين فلذلك اقول سبقرايب. الشير هم اذا تساعدنا بيه اقول لك ممنون. اذا نجحت هاي الحلقة راح تشوف شيء ثاني مختلف جدا بالحلقة الجاية والحلقة الجاية راح يكون بيها مطربين لا غلط ضم لكم ضمة أصلية. كان وياكم وائل واعتذر من جديد في أمان الله. بغداد
وفي العراق